يلا بينا نشتغل. وشا اوت ريتش. كلمة اوت ريتش معناها التوعية، ومعناها كمان التواصل. سيفتي تريننج، عارفين يعني ايه سيفتي تريننج. كل ده احنا اتكلمنا فيه. في بعض الورش النظيفة بيبقى في مسار، في بعض الورش النظيفة بيبقى في مسار مخصص للفورك ليفت، الرافعة الشوكية، زي اللي موجود قدامي دوت، اللي متحدد باللون الاصفر. ممنوع ان انا اسيب او اراكم، يعني اسيب حاجات، اراكم مخلفات. اراكم يعني اسيب حاجة فوق حاجة فوق حاجة، او اي مواد، او اي مواد تعوق حركة الفورك ليفت، كما ما هو موضح في الصورة ايضا، زي الصناديق اللي موجودة قدامي ديت. يبقى يجب التأكد من خلو الأرضيات والطرق، أو الطريق الذي سوف تسلكه الرافعات الشوكية أو الرافعة الشوكية من أي مواد، تمام، أو عوائق. لذلك يجب ترقيم الطرق، تمام، باللون الأصفر، زي الحديد اللي موجود في الأرض في الرسمة دي. زي ما انتوا شايفين ده كده مسار. طبعا الراجل هيجي يمشي في الوضع ده، وده المسار بتاعه شبه احنا شايفين في حاجة معطلاه، فهيلاقيه مقفول. هيعمل ايه السواق هنا؟ هيعمل ايه ساعتها؟ هيجي ياخد الطريق دي بالوضع، هيخش بالوضع هنا كده، فيبدأ يخش على العمال، وهم طبعا ايه وهم شغالين. سواق او سائق الفورك ليفت ماشي في المسار بتاعه، لقاه مقفول. هيعمل ايه بقى السواق ساعتها؟ هيجي واخد دوران، ويجي ماشي جنب المعدات، وهيدخل على العمال وهم شغالين. يجب الحفاظ على جميع أجزاء الجسم هو لازم يحافظ على دي، كالراس والقدمين والأيد، داخل الرافعة الشوكية حماية من مخاطر المواد المتساقطة. قلنا الجسم لازم نحافظ عليه، حافظ عليه جوه الكابينة، ولا اطلع ايدي ولا اطلع رجلي ولا دماغي ولا اي حاجة.